بطل تاخد موبايلك في الحمام، ايه الحكايه؟ المشكله ان الناس كلها بتاخد موبايلاتها وهي داخله الحمام علشان تتسلى. بتحس ان خلاص انا عايز بقى ايه، داخل الحمام هضيع وقت، طب ما اقعد اتفرج على السوشيال ميديا. ده اساسي. ده اساسي، كلنا بنعمل الموضوع ده. لكن الدراسات اثبتت ان القعده بقى اللي بنفضل قاعدينها دي بتطول 10 دقائق ما لهمش اي لازمه. ده 10 دقائق ده مينيمم، يعني ممكن الناس تقعد بالنص ساعه ما بتعملش حاجه عشان تضييع وقت تضييع وقت. ده وقت في القعده نفسها اللي هي اللي على الحمام دي، الناس قاعده ماسكه كده، دي تعمل لك تعمل بواسير بمنتهى السهوله، غير ان هي بتعمل امساك وبتعمل مشاكل بعد كده. كل مره هخش هفضل قاعد وهطول مده على نفسي زياده، وهلاقي نفسي مش عارف ادخل غير بالموبايل. لكن لما تخش من غير الموبايل هتلاقي الموضوع ابسط بكتير واسرع. غير كمان ان في جراثيم، كميه جراثيم غير طبيعيه في الحمام. الجراثيم دي كلها بتخش على شاشه الموبايل وبتفضل بقى بتلبد على شاشه الموبايل، عشان الموبايل كل شويه بيسخن وبعد كده يبرد، يسخن وبعد كده يبرد. فبالنسبه للجراثيم ده احلى بيئه، السخونيه اللي بتبرد دي يفضل عايش عليها لمده 28 يوم فعلا. وناخدها بقى واحنا بعد كده بناكل. احنا ماسكين الشاشه، ده بالنسبه لنا الشاشه نظيفه، احنا شايفينها نظيفه، لكن هي عليها جراثيم الحمام. ونيجي بعد كده ناكل، نحط ايدينا بقى في مناخيرنا، في بقنا، في اي حاجه بقى، نبتدي ننقل لنفسنا امراض.